يا جماعة الخير، قصة اليوم مو عادية أبداً. وصدقوني، أول ما انتشرت رجعت الناس تحكي فيها من جديد وكأنها صارت امبارح. القصة بتحكي عن فنانة زمان عملت ضجة كبيرة بكل الوطن العربي، لدرجة إن الناس انقسمت وقتها نصين، ناس دافعت عنها وناس هجمت عليها بطريقة قوية جداً. الحكاية بتقول إنه الفنانة ظهرت بأحد المشاهد وهي عم ترقص وماسكة المصحف بإيدها، والمشهد وقتها عمل غضب واسع جدا، خصوصا إنه الجمهور اعتبر إنه في إساءة لمشاعر الناس وتجاوز للخطوط الحمراء. والموضوع ما وقف هون، لأنه بعد الضجة الكبيرة صار في دعاوي ومحاكم وكلام بالإعلام ما خلص أبداً. بس المفاجأة الأكبر إنه بنفس الفترة هاي الفنانة كانت عم تبني مسجد كبير باسمها. إي نعم، وهالشي خلى الناس تحتار أكتر. في ناس قالت إنه الإنسان ممكن يغلط ويتغير، وفي ناس شافت إنه ما بصير ننسى اللي صار مهما عمل بعدين. والأغرب من كل هاد إنه بيت الفنان الكبير محمود المليجي كمان دخل بالقصة بطريقة صادمة، لأنه في